أنا في سؤال شاغلني أوي، هو الباب أهم ولا المفتاح؟ هنروح بعيد ليه؟ هنحكي قصة واحد اسمه سامي. سامي كان شاب طموح أوي، بس كان عنده مشكلة كبيرة جدا، إن هو كان دايما مقتنع إن النجاح ممكن يمشيله في طريق مختصر، دايما مقتنع إن في حاجة اسمها مفتاح للنجاح، لو لقى المفتاح ده وعرف السر حياته هتتقلب 180 درجة. سامي في يوم نزل يقعد على القهوة زي عادته، جه قعد جنبه راجل عجوز. راجل عجوز قال له بصوت واطي كده، قال له هو انت بتدور على السر؟ سامي قال له سر ايه اللي بدور عليه؟ قال له سر النجاح يا ابني، المفتاح اللي هيفتح لك كل الابواب. سامي بينه وبين نفسه بيقول ايه ده، هو انا كنت بفكر بصوت عالي ولا ايه؟ الراجل العجوز بص له وقال له لا يا ابني، انا هقول لك على السر اللي هيغير لك كل حياتك. الراجل العجوز طلع من جيبه مفتاح قديم وقال له خد يا ابني المفتاح ده، المفتاح ده حافظ عليه وهيغير لك كل حياتك. سامي خد منه المفتاح وبص له كده، لقاه مفتاح قديم ومصدي، لكن بص للمفتاح بتمعن شويه كده، قال طب انا هجرب افتح الابواب كلها اللي انا اقدر افتحها بالمفتاح ده. سامي بدا يجرب المفتاح ده على كل ابواب المحلات اللي بيشوفها، على كل الخزن اللي شافها، لكن في الاخر المفتاح ما فتحش اي حاجه. سامي قعد يضيع شهور وايام يجرب يفتح بالمفتاح، ولكن المفتاح برضه ما بيفتحش. رجع سامي قعدته يقعد على القهوه، لقى الراجل العجوز قاعد جنبه بيقول له ايه يا ابني عامل ايه؟ قال له انت خليتني اضيع شهور كتيره قوي من عمري، انا قعدت اجرب المفتاح ده انه يفتح اي باب ولا فتح باب واحد ولا حتى اي خزن. العجوز قال له انت متوقع المفتاح يفتح لك اي باب وخلاص؟ المفتاح عمره ما يفتح لك اي باب، كل باب وليه مفتاح. المفتاح ده كان مجرد اختبار، مفيش حاجه اسمها مفتاح سحري يفتح لك الابواب. النجاح ده محتاج تعب وجهد وفشل وتقع وتقوم اكتر من مره لحد لما توصل للي انت عايزه ويبقى معاك مفتاحك اللي يفتح لك كل ابواب النجاح بتاعتك. اوعاك لما تشوف حد وصل لمركز معين او نجح في شغلة معينة ان هو وصل من فراغ، ممكن يكون تعب في سكك كتيرة انت ما شفتهاش، وحاول في اكتر من شغلانة وفشل لحد ما عرف طريقه وسكته فين. اعرف في الاول الباب اللي انت عايزه عشان تعرف تلاقي له المفتاح المناسب.